زمان علمونا واحنا اطفال ان النجاح انك تطلع الاول وتبقى الاميز والافضل، فدخلنا الحياه واحنا فاكرين اننا فيها في سبق، عمالين نجري نجري ويا ريتنا بنوصل لحاجه، وبدل ما بنوصل بنلاقي نفسنا تعبانين ومكتئبين وطاقتنا خلصانه. سبق ما بيخلصش وحرب ما بتنتهيش، ومطلوب منك تنجح في كل حاجه، تشتغل وتروح الجيم وتسافر ويكون عندك حياه اجتماعيه ناجحه ومشروع بجانب شغلك. والمشكلة انك مطلوب منك كل ده وانت واقف على رجلك ومبتسم وبمزاج رايق وبشياكة، ولو وقعت في خطوة يحسسوك انك فشلت. احنا بقينا في زمن بنقيس قيمة حياتنا بعدد الانجازات اللي فيها، لكن مشاعرك وصحتك النفسية دي حاجة على جنب وملهاش لازمة. المهم ان الليستة تكون متقفلة بالكامل. فانت كأم مثلا مطلوب منك تكوني مثالية طول الوقت، البيت نظيف والاكل سخن والاولاد متفوقين، بس في الاخر نفسك منهارة من جوه ومش قادرة تستمتعي بلحظة هدوء، وانت كل يوم شغل وتمرين ومناسبات وسوشيال ميديا، الا انك بتيجي في اخر اليوم وتحس انك ما عملتش اي حاجة مهمة ليك انت شخصيا. انت مش محتاج تبقى سوبرمان عشان تعيش حياة كويسة. في كتاب اسمه هافارس هيومن، وفكرته انك ازاي تبقى انسان نص مجتهد، مش بمعنى كسلان، لكن بمعنى انك تقدر تقول كفاية كده لحاجات مش اساسية في حياتك، انك تقدر تقول كفاية كده لناس مش مفيدة في حياتك، وتدي طاقتك للحاجات اللي تفرق معاك بجد. فبدل ما تشكي الانشغال على طول، خصص وقت للقعاد مع اولادك. وانت بدل ما تقعدي 5 ساعات تنظفي في البيت لحد ما يلمع، جربي تنظفي على قد احتياجك وبس، واستغلي باقي الوقت في راحة وقراءة وقعدة بتحبيها. والفكرة هنا باختصار انك تختار معاركك في حياتك، فمش كل حاجة تستاهل جهدك وأعصابك، ولازم تيجي على نفسك شوية وتصدق إنك ما ملكتش الكون، ولازم تتقبل إنك مش مميز، ودي مش إهانة، بالعكس دي راحة. فأنت مش مضطر إنك تثبت للعالم كل يوم إنك أجمد واحد في الدنيا، وتقبل إنك تخسر شيء في حياتك عادي. اتقبل إنك ناجح لكن مش وسيم وبكرش عادي. اتقبلي إن ابنك يكون ناجح في دراسته لكن ما يكونش ليه علاقات اجتماعية عادي، فما تضغطيش عليه عشان تطلعي منه كل حاجة. فلما تبص لنفسك بعين الرضا وتقول هعمل اللي هقدر عليه واسيب الباقي، هتلاقي نفسك مرتاح، وهتلاقي عندك طاقة للحاجات المهمة بجد، وهتحس بقيمة وقتك وحياتك. فاعمل الصح في حدودك وعيش برضا وسلام. والفكرة دي مقصودة في الدين، فمهما كان ليك أهداف وأحلام فاوعى تنسى نفسك، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فحتى لو كان الهدف هو الدار الآخرة، مش إنك تكسب قرش أو تربي أولادك، فاوعى تنسى نفسك وتحرق روحك في الطريق. وخلي عندك اللامبالاة الإيجابية، وهي إنك تبطل تدي وزن لكل تفصيلة صغيرة بتمر في حياتك، وهي إنك تبطل تدي قدر الكل وأي حد بيمر عليك في حياتك، وتبص لحياتك بمنظور أوسع. هتلاقي نفسك مش محتاج إنك تكسب كل موقف وكل حد بيمر بيك. في أوقات مثلا بتقبل إنك تنهزم في معركة صغيرة عشان تحافظ على سلامك النفسي، وده مكسب أكبر. مثلا لما تقرر إنك تعتذر لمراتك عن حاجة أنت أصلا ما عملتهاش، أو لما تقرر تتنازل عن حق ليك عشان بس تحافظ على الإنسان اللي قدامك. فالحياة مش سبق، ولو كانت سبق فمش هيكسب فيها غير اللي عارف يوزع مجهوده صح، مش اللي بيحرق نفسه عشان الناس. تعرف أتعب الناس في العلاقات مين؟ هو الإنسان اللي بيحاول يرضي كل الناس، بيروح كل المناسبات وبيرد على كل الرسائل، واللي متربي على التقدير، لأنه بعدين بيلاقي نفسه منهار قدام تعامل الناس معاه. فمش كل الناس تستحق وقتك ولا عقلك، فاختار القليل اللي يستحقك. اهتم بتفاصيل حياتك وبلاش تتعجل، فلما تاكل كل على مهلك وامضغ، ولما تصلي صلي، ولما تتكلم مع حد وليه اهتمام وبص في عينيه واسمعه. كل تفصيلة عيشها ببطء وجرب توقف جري شوية، لأنك محتاج تهدى. احنا مش في سبق، احنا في حياتنا في رحلة، والفرق ما بينهم كبير. رحلة يعني تستمتع بتفاصيل الطريق، رحلة يعني تشم ريحة الهوا، رحلة يعني تسمع صوت نفسك. ساعتها بس هتكون انت اللي بتعيش عمرك، مش هو اللي بيستهلكك. والله في ناس كتير مننا ما بينقصهاش حاجة غير انها تهدى وتستمتع، في وسط الحر وقاعد في عربيته المكيفة ومش مستمتع، قاعد في بيته وسط زوجته وأولاده وبرضه مش مستمتع، أنفاس أمه وبسمتها لسه في الحياة وبرضه مش مستمتع. مراكز الاستمتاع عنده ميتة. فبطأ حياتك عشان عقلك يقدر يشوف الأمور أوضح ويحس بالنعم. امشي أبطأ وكل أبطأ وفكر أبطأ، هتكتشف ساعتها بس تفاصيل عمرك اللي كانت بتضيع منك.